بتحصل فجأة انك انت تبقى قاعد في حالك، لا ليك دعوة بحد ولا حد له دعوة بيك، تلاقي واحد او واحدة دخلت حياتك هوب بعد اول يومين او اول يوم تحس ان هي الشخص، او تحس ان هو الشخص المناسب، انك لقيت الشخص اللي كنت بتدعي بيه ربنا طول الوقت. اهتمام، كلام حلو، رسائل كل ثانية، هدايا، نظرات مليانة حب، شغف، لدرجة انك تقعد تقول لنفسك دي مش علاقة، ده قدر ربنا، دي استجابة دعوة ربنا ليا في الاول. بس الحقيقه ان اللي بيحصل معاك ده مش حب، دي حاجه اسمها لاف بامبنج. اللاف بامبنج دي تركه او اسلوب من اساليب التلاعب النفسي في العلاقات، للاسف بيستخدمه بعض الناس وخصوصا الشخص النرجسي او الشخص الجاس لايتر او المتلاعب. خلينا نعرف بالظبط ايه هي التريك بتاعت اللاف بامبنج، او اللي واضحه من اسمها كده انها قنبله حب في بدايه العلاقه عشان ما ننخدعش فيها بعد كده. وزي ما قلت انها اسلوب من اساليب السايكولوجيكال مانيبيوليشن، والشخص بيستخدمها دايما عشان يسيطر عليك عاطفيا ومن غير ما انت ما تحس. في المرحله دي الشخص بيغرقك جرعه مفرطه من الاهتمام والمدح والتقدير والاعجاب وكل الحاجات الحلوه في الحياه، بيحسسك ان انت شخص ما فيش منك اتنين وانت اتخلقت بجد عشان خاطره هو، لحد ما جهاز المكافاه عندك الريورد سيستم يبدا يربط وجود الشخص ده بالراحه والسعاده والامان. يعني ببساطه جدا عقلك بيبدا يتبرمج ان سعادتك مرتبطه وموجوده بسعادته هو او حضرتها او حضرته، وده بينتج عنه اخطر شكل من اشكال التعلق العاطفي اسمه باثولوجيكال اتاتشمنت، التعلق المرضي. بعد ما يضمن انك انت وقعت خلاص في التركه بتاعته بتاعت اللاف بامبنج وشربتها يا كروديا، يبدا يظهر لك الوش الثاني، انسحاب، تجاهل، انتقاد، او يبدا يعمل لك جوستنج بقى او سايلنت تريتمنت اللي هو الصمت العقابي. فتلاقي نفسك دخلت في دوامه اسمها intermittent reinforcement، يعني مره يديك حب مره يسحبه منك. ده نفس المبدا اللي بيخلي الناس تدمن المخدرات والقمار والحاجات اللي زي كده، بحيث انك تفضل مستني الجرعه الجايه من الاهتمام بتاعه. اول ما يبعت لك رساله تلاقي انت الدنيا خربت معاك.